السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا حبايبنا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اغلى فرد حمام في الوطن كله، في العالم كله، مش ده، حاجة شبهه بالظبط. اتباع ب1,200,000 دولار. ده كان بقى في الصين، تمام، واتباع في الامارات ب1,200,000 دولار. ليه؟ نفس سلالة ده بالظبط، لكن الدماغ قوية. اللي بيميز فرد الحمام ده ابو 100 جنيه او 200 جنيه دوت عن فرد الحمام اللي هو ب1,000,000 جنيه او ب1,000,000 دولار. ان فرد الحمام ده بيتدرب والتاني بيتدرب، بس التاني اذكى بكتير جدا، والحاجات ديت بتتباع على مستوى ذكائها اكتر. يعني كل ما تكون ذكية اكتر كل ما تكون بتتباع بمستويات. وغير كده نفس فرد الحمام دوت بيترمي من ال1000 كيلو، وبيتدرب صح بيرجع اسرع واقوى. ولما طلعوا منها زغاليل كانت نتاية للعلم. لما طلعوا منها زغاليل طلعت الزغاليل كلها طلعت نفس الدماغ، قوية جدا وجميلة. مش أي فرد حمام يقول لك عليه كذا يبقى بكذا. ممكن يبقى فرد الحمام ده ب100 جنيه ولا ب150 أو ب200، وفرد حمام زيه بالظبط بشهادات بيوصل ل1,200,000 و300,000 و400,000. الارقام اللي انتوا بتسمعوها دي فعلا اغلى حمامه في العالم بتوصل للارقام دي. بس اللي بيفرقها ما بينها وما بين اي فرد حمام تاني الدماغ والقوه الجسمانيه والتدريب الكتير. مع كده الحاجات ديت اصلا بتعشق ترجع مكانها. يعني بيحارب، بيسمى فرد الحمام ده او الزاجل عامه ان هو محارب، من اذكى واقوى الحمام اللي ممكن تشوفه في التاريخ، في الامه كلها، التاريخ كله، في العالم كله. في اقتصاد بلاد قايمه على الحمام ده، على نفس الفصيله دي. يعني فرد الحمام ده ذكي وقوي وراجع لي من مكان بعيد، بس ما يتقارنش. تمام. بيتميز بحاجات كتير قوي، يعني كل حاجه وليها حاجه. وربنا يبارك لكل واحد في حاجته. وممكن يبقى عندي دوت اغلى من اي حاجه، وحاجه التاني اغلى من اي حد. السلام عليكم.